معلومات وحقائق ستسمعها لأول مرة عن الفنان الكبير رفيق الإسباعي. رفيق الإسباعي من مواليد 9 شباط لعام 1930 من مواليد حي البزورية في مدينة دمشق، وتوفي فيها. يعتبر رفيق الإسباعي رائد من رواد الفن في سوريا. شب على حلم الفن متحديا إرادة الأب وظنون المحيط، الأمر الذي لم يكن سهلا في الشام بعد الاستقلال، حيث كان يطلق على الممثل لقب المشخصاتي، وكان يعتبر التمثيل عيبا اجتماعيا، ما اضطره إلى البدء باسم فني هو رفيق سليمان. البدايات: في عمر 8 سنوات بدأ يحضر الموالد النبوية برفقة أخيه، وكثيرا ما كان ينسل راكضا باتجاه المنشدين مغنيا معهم التواشيح والأناشيد الدينية. في المنزل كان لا يحلو له مذاكرة دروسه إلا على صوت اسطوانات أم كلثوم وعبد الوهاب، وكثيرا ما كانت تستدعيه والدته ليغني لنساء الجيران حين يجتمعن في حوش الدار مستمتعين بجمال صوته. في أعراس حي البزورية الذي ولد وتربى فيه كان حضوره لافتا، يمثل هذه المناسبات وهو يغني لكارم محمود وعبد العزيز محمود وعبد الغني السيد. بدأ يصطدم بعد ذلك بالمنظومات الفكرية التقليدية السائدة آنذاك، التي تنبذ الفنان وتعتبر الغناء شيئا معيبا، فكان جزاؤه الطرد خارج المنزل والاختباء داخل الخان أو النوم عند الفران. لم يكمل دراسته بعد الانتهاء من المرحلة الابتدائية، وبدأ يعمل خياطا ليساعد والده في تحمل أعباء ومصاريف المنزل. فشل في مهنة الخياطة، لكنه طرز بفنه حكاية فنان مبدع اسمه رفيق الإسباعي، الذي لم يتوقف إبداعه على الغناء، إنما تعدى ذلك للمسرح والإذاعة والتلفزيون وحتى السينما، حتى استحق لقب الفنان الشامل بجدارة وامتياز. مسيرته الفنية: بدأ مسيرته أواخر الأربعينيات بتقديم مقاطع كوميدية ارتجالية على مسارح دمشق ونواديها الأهلية، ثم انتقل إلى الغناء والتمثيل في فرق فنية عدة كفرقة علي العريس، سعد الدين بقدونس وعبد اللطيف فتحي البيروتي ومحمد علي عبده. ومن المسرح الحر بدأ بتقديم مسرحيات يتخللها أغنيات خاصة به مثل المقلوب، طاسة الرعبة، ومرتي قمر صناعي، وصابر أفندي. كما أسهم في تأسيس عدد من الفرق المسرحية الناشئة بعد الاستقلال، حيث صنع شخصية أبو صياح أو قبضايا الحارة الشامية بزيه الدمشقي الفلكلوري الأصيل بالشخصية الأشهر له، وجسد مختلف الشخصيات في أعماله ولاحقا في السينما والدراما السورية. بدأ وهو في سن مبكر المشاركة في نوادي الكشافة، وتمكن خلال هذه الفترة من إظهار مواهبه في الغناء والعزف والتمثيل. كانت بداية ظهوره في التلفزيون في مسلسل مطعم السعادة مع عدة فنانين منهم دريد لحام ونهاد قلعي، وتوالت أعماله بعدها حيث شارك في العديد من المسلسلات التلفزيونية السورية. أبو صياح: بدأت قصته مع أبو صياح كما يروي في إحدى مقابلاته: أول مرة قدمتها عن طريق المصادفة، حيث أراد الفنان أنور المرابط أن يتغيب عن أداء فصل كوميدي يلعب فيه دور العتال في إحدى مسرحيات الراحل عبد اللطيف فتحي، وكنت أعمل وقتها ملقما في مسرحه. لم أنم ليلتها من الفرحة، واعتبرت أن هذا الدور نوعا من الامتحان يمهد لي الطريق كممثل. استعرت الشروال وباقي الاكسسوار، ففوجئ بي فتحي عندما رآني على المسرح،
وجسدت الشخصية على طبيعتها كما تبدو في الحياة. وقتها شاهد أدائي المرحوم حكمة محسن، وتنبأ لي بالنجومية منذ ذلك الحين. كان ذلك أواخر خمسينيات القرن الماضي، في عمل مسرحي مقتبس عن مسرحية مصرية للكاتب أبو السعود نقلها عبد اللطيف فتحي إلى الشامية. قدمت على أحد مسارح دمشق، وحضرها وقت صباح قباني أول مدير للتلفزيون السوري، وبقيت في باله. وعندما تأسس التلفزيون عرفه إلى الراحل نهاد قلعي والفنان دريد لحام، وبدأت مسيرة أبو صياح التلفزيونية مع غوار الطوشي وحسني البورزان. وفي السينما قدمها في فيلم ذكرى ليلة حب عام 1973. الغناء أدى خلال مسيرته أغاني أعدت خصيصا لأفلام السينما كزحليقة وتلج وليش هيك صار معنا والأوتوستوب، كما كتب أغنية ابن العم التي غنتها المغنية شريفة فاضل. قدم أغنية في حب الرسول محمد لو عرفوه حيحبوه إثر أزمة الرسوم الكرتونية المسيئة. وفي منتصف سنة 2016 أطلق أغنية جديدة بعنوان لا تزعلي يا شام من كلمات والحان سهيل عرفة، متمنيا فيها انتهاء الأزمة بأسرع وقت والسلام لسوريا. السينما. بداية رفيقة السينمائية كانت منذ الطفولة من خلال ارتياده دور السينما في دمشق، لدرجة أنه كان ينفق مصروفه على حضور الأفلام. وتطور الحال بعد ذلك وأنتج فيلما سينمائيا مع الهواة. قدم للسينما ما يعادل 55 فيلما بين الكوميدي والجاد، توزعت مع أفلام القطاع الخاص ذات النمط التجاري وأفلام المؤسسة العامة للسينما في سوريا. للفنان رفيق السبيعي 3 أبناء ذكور هم الممثل الراحل عمار السبيعي، الممثل والمخرج سيف الدين السبيعي، والمخرج السينمائي بشار السبيعي. وابنتان هما هباء وصباء، ولهن تجارب محدودة في التمثيل. توفي في منزله بدمشق في 5 يناير لعام 2017 عن عمر ناهز 86 عاما، بعد مسيرة فنية طويلة كان خلالها أحد أعمدة الدراما السورية في المسرح والتلفزيون والإذاعة والسينما. وقد دفن في مقبرة بابا الصغير بعد تشييعه في جنازة شعبية حاشدة في دمشق، حضرها وفد وقيادة الحزب السوري القومي الاجتماعي ووزير الإعلام وقتها محمد رامز ترجمان، وشخصيات رسمية وإعلامية وفنية. منح رفيق السبيعي العديد من الأوسمة وشهادات التقدير. منحه الرئيس السوري بشار الأسد في عام 2008 وسام الاستحقاق من الدرجة الممتازة، ومنحه الحزب السوري القومي وسام الصداقة في شهر يوليو من عام 2014. سلمه إياه علي قانصوة رئيس المكتب السياسي المركزي في الحزب نيابة عن رئيس الحزب أسعد حردان.